الحلقة الخامسة اللي بين النبضتين. في لحظة بتفصل بين النبضتين، لحظة سكون ما فيهاش نفس ولا صوت، بس فيها قرار، القرار اللي يبدل مصيرك ويكشف لك وشك الحقيقي. كان سالم واقف قدام باب المقام، صباعه قرب من الخشبة القديمة، لكن الصوت جواه رجع تاني. ما تلمسهوش، لو فتحت مش هتقفل تاني. قلبه كان بيدق جامد بس إيده كانت ثابتة. قال لنفسه أنا لازم أعرف، لو تمنها روحي ما يهمنيش. ودخل. الهوا كان مسكر، فيه ريحة تراب وقديم. المقام كله فاضي غير تابوت حجر و3 شمعات مولعين لوحدهم على الحيطة، نفس الرمز، الغراب، بس المرة دي عينه كانت مفتوحة. سالم قرب من التابوت وعينيه وقعت على جملة محفورة فيه: اللي يفتح بابي يتحمل لعنتي أو يسمع ندائي. وفي اللحظة دي الشمع طفى. في ظلمة المقام سمع سالم صوت خشن هادي بيقول: نطقتني وانت نايم، دلوقتي صحتني وانت صاحي. سالم قال: مين انت؟ أنا اسم الغراب، واللي يعرف اسمي يبقى ليا نص فيه. ووش سالم اتغير، عينه الشمال بقت سودة خالص. خرج سالم من المقام ماشي على مهله، بس الناس حست بحاجة. عياد جريت عليه وقالت له: لقيت عياد. بص فيها سالم، بس عينه دي ما كانتش عينه، وقال بهدوء: عياد رجع، بس مش لوحده. الكلمة دي عملت رعشة في ظهرها، والناس حوالينهم بدأت تبص في بعض وتبعد. بين النبضتين سالم مات، وسالم التاني قام بشيء محدش يعرفه، بس اسمه مكتوب في ظلمة المقام، ومش بيتقري غير لما يتحفر في قلب صاحبه. استنونا في الحلقة الجاية، العين اللي بتشوف الغيب.